السلام عليكم يا حبايبي. انا قلت بقى اقعد مع جارتي حبيبتي، نشرب القهوه مع بعض. المهم حكيت لي حكايه كده حصلت لها، فانا قلت انقلها لكم. قلت لها اطلعي احكيها، قالت لي لا انا بتكسف، فقلت احكيها لكم انا. ايه الحكايه دي؟ هي قالت لي ان هي من كام سنه كده كانت تعبانه قوي قوي، نفسها مكتوم ومش قادره تعمل تتنفس خالص. ف راحت، ما بتحبش تروح لدكاتره كده. المهم راحت للدكتور، قال لها اعملي لي تحاليل. المهم طلعت التحاليل دي فيها ايه؟ كوليسترول عالي قوي قوي قوي، يجي 5 اضعاف مثلا. مش عارفه هي اللي بتقول كده. وايه تاني يا بيه؟ وعندها الكبد الدهني، ده دهون كتيره قوي، وعندها غده درقيه. المهم بقى ايه، هي كل اللي تعبها ان هي مش قادره تاخد نفسها، وطاقتها مفيش خالص، ومش قادره خالص. المهم الدكتور قال لها لا، ادها ادويه، وقال لها عشان الكوليسترول ده ما تاكليش عيش خالص، والكبد ما تاكليش اي حاجه فيها زيوت ولا مقليات ولا الحاجات دي خالص. فراحت هي كانت زعلانه قوي على نفسها، وقالت ايه لازم اسمع كلام الدكتور. وفعلا وكان بها، بتقول استمريت على الحكايه دي يجي 6 شهور. ما اكلش عيش خالص، اغمس بايه بورق خس، بكابوتشي، اغمس اي حاجه عايزه اكلها بكده، ومنعت الزيوت خالص، ولا بطاطس مقليه ولا بانيه مقلي ولا فراخ مقليه ولا اي حاجه. فعلا التزمت. ولما عملت تحاليل تاني ورحت للدكتور تاني، لا التحليل احسن بكتير. وانا بقى انا حاسه فعلا ان انا نفسي قدرت اخده، صحتي اتحسنت، طاقتي بقت فيا طاقه وكده. المهم بتقول بعد ما خفيت بقى وحسيت ان انا كويسه. اصل احنا كده اصل احنا كده يا ولاد، اول لما نخف نقول خلاص نرجع تاني ريما لعادتها القديمه. فقالت لي بقى ايه، قلت اكل بقى براحتي. كلت بقى وبسطت وياه والحاجات دي. المهم بقى بتقول ايه، عدى شهر وانا باكل عيش وباكل الحاجات المقليه. كنت الاول بقى بعد اقول لا هي حته، لا هي حاجه صغننه، وبعد كده الموضوع بقى يزيد شويه، والاقي نفسي ايه، اما انا كويسه اهو لما اكلتها ما حصلش حاجه يعني. المهم بتقول دوست بقى ورجعت زي الاول واكل اللي انا عايزاه ومش حاسه بحاجه. المهم بعدها بفتره يعني صحتي بقت اسوأ بكتير بقى. فالمهم بقى ايه، قالت لا انا مش هينفع كده. المهم ابتدت بتقول من سنه كده سمعت عن نظام الطيبات ده. فبتقول طب ما انا كنت فعلا لما تعبانه ان انا ايه، عملت كده وقطعت حاجات واتحسنت والتحاليل بقت احسن، طب ما التزم بقى واشوف ايه نظام الطيبات ده. بتقول بقى ايه، قعدت استمرت عليه واتبعته. وفعلا قعدت تقول لا انا بقى مش هرجع تاني لحياتي ويبقى ده اللايف ستايل بتاعي، مش هينفع بقى ارجع تاني للمرض. طالما انا رجعت وصحتي اتبهدلت تاني، يبقى الموضوع بقى في موضوع الاكل. مع انها كانت ملتزمه على الادويه، ادويه الكوليسترول وادويه الكبد وادويه الدرقيه والحاجات دي. فقالت لا ما بدهاش هي، يعني الصحه دي ما يعني حلو قوي، وانا عشان اعمل اللي ورايا واولادي عايزيني وكده، لا طب ما اشوف نظام الطيبات ده. فبتقول اقتنعت بيه علشان خاطر انا كنت قبل كده مجربه ان انا اقطع الحاجات دي، لكن انا ما كنتش اسمع عنه. انا كنت الدكتور قال لي اعملي 1 2 3، وانا عملت 1 2 3 فعلا والتزمت. فالتزمت بقى يا ولاد. وبتقول بقى ايه من ساعتها بقى انا قلت لا خلاص، انا هعمل النظام ده، لان انا جربته قبل كده. وفعلا يعني انا كنت كمان داخله في حاجات تانية زي خشونة الركبة والحاجات دي. ابتديت بقى واحدة واحدة، بس بقيت ادخل بقى في اكل الحاجات التانية، الموز، اللي هو الدقيق، اللي هو الشعير والحاجات دي. ابتديت بقى ادخل ايه الحاجات التانية. بس وصحتي اتحسنت وبقيت كويسة. فانا قلت بقى ايه يا ولاد، انقل لكم تجربة جارتي دي، والله اتفاجئت أول مرة أعرفها. فقلت أحكي لكم إيه اللي حصل. إنه كده كده أصلا لما إحنا ننظم في أكلنا، بغض النظر بقى عن نظام إيه ولا مش نظام إيه، إحنا ننظم في أكلنا يا ولاد.
معروفة يعني المعجنات كتير والخبز كتير اللي هو بالدقيق الأبيض مش كويس، والسكر كتير مش كويس، وكل حاجة فيها إفراط طبعا ضر على صحتنا، وخصوصا مع التلوث اللي بقى حوالينا. فدي عرفتها بقى دلوقتي. وكان بتقول انا معرفش برضو الدكتور ضياء ولا تواصلت معاه، انا سمعت بس كده وخدت النظام وعملته مع نفسي وابتديت بقى اركز اكتر لما سمعت موته دكتور ضياء العوضي. بس دي كانت تجربة جارتي يا ولاد، انا قلت انقلها لكم. والاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية، وكل واحد هو حر. يعني ايه الموضوع مش في الشخص، الموضوع يا ولاد في القضية، كل واحد أضرب نفسه وبصحته ويعمل اللي يفيده. فبس انا قلت بقى ننقل وجهة النظر دي والحكاية دي من جارتي حبيبتي. ويا رب كلكم تكونوا بخير وتكونوا بأحسن حال، وإن شاء الله ما تشوفوش أي مرض، وإن شاء الله تنظموا أكلكم في كل حاجة.